في 22 سبتمبر 2025 هيتم الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية، أهم جايزة فردية في تاريخ كرة القدم وحلم كل لاعب بيلعب اللعب. لكن هل سألت نفسك الجايزة دي بدأت إزاي؟ ومين أول واحد أخدها؟ وليه لعيبة كبيرة جدا زي بيليه ومارادونا اللي الناس بتعتبرهم من أعظم من لمسوا كرة القدم ما كسبوش الجايزه دي ولا مره؟ كل ده واكتر هنجاوب عليه النهارده ان شاء الله، وهحكي لك كل حاجه عن تاريخ الكره الذهبيه. بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب ويلا بينا. في الخمسينات الصحفيين الرياضيين في فرنسا كانوا عايزين يعملوا زي وسام كده يدوا لاحسن لعيب في العالم ويكون متقدم من الصحافه بعيد بقى عن الجمهور والاتحادات والكلام ده كله. فجه جابرييل هانو اللي كان صحفي في فرانس فوتبول راح لزميله جاك فيران وعرض عليه فكرته، والاتنين قرروا ان يعملوا الجايزه وتكون مقدمه من المجله. فهم قاعدين كده بيفكروا، قالوا طب احنا عايزين نعمل جايزه لاحسن لعيب كوره، طب الجايزه تبقى عباره عن ايه؟ فقال له بس جات لي، احنا نعملها على شكل كوره ونطليها كمان بالذهب. عجبته الفكره جدا والاتنين بصوا لبعض، طب هنسميها ايه؟ سنة 1956 بتتعمل أول جايزة بالون دور في التاريخ. فكرتها كانت بسيطة جدا، أحسن لاعب في أوروبا هنديله الجايزة وفقا للمعايير اللي هنقولها دي. أول وأهم حاجة المهارة الفردية، الإنجازات مع النادي والمنتخب، الروح الرياضية، وتأثير اللعيب مع الفرق أو المنتخب في تحقيق البطولات. وفي سنة 56 وفي أول سنة للجايزة بيفوز بها اللاعب الإنجليزي ستانلي ماسيوس، لاعب بلاك بول اللي كان وقتها عنده 41 سنة، وده اكبر لعيب فاز بالبالون دور طول تاريخها. الراجل ده كان اسطوره انجليزيه وكان مقدم اداء عالي جدا وقتها برغم سنه، ولكن ما حققش اي بطولات مع بلاك بول. ولكن اللي كان يستحق فعلا احسن لعيب في العالم هو الفريدو دي ستيفانو، كان مقدم اداء مبهر مع ريال مدريد وساعدهم ان هم يحققوا اول بطوله تشامبيونز ليج في تاريخ ريال مدريد، واللي وقتها كان اسمها كاس الانديه الاوروبيه. بس لما جت لحظه التصويت اتشال اسمه من الجائزه، مش بسبب ادائه لا، بسبب باسبور. ده لان كان في تفصيله بسيطه جدا، هم لما عملوا الجائزه قرروا ان هم يدوها لاحسن لعيب اوروبي في اوروبا، يعني ما ينفعش حد تاني مش اوروبي يفوز بالجائزه، ودي ستيفانو كان ارجنتيني فما كسبش الجائزه. القانون ده ظلم لعيبه كتير جدا منهم بيليه ومارادونا اللي ما كسبوش الجائزه ولا مره في تاريخهم برغم الاداءات المبهره اللي كانوا بيعملوها بسبب القانون العنصري ده. تقول لي ثانيه واحده بس، انا عارف كل اللي كسبوا البالون دور وسمعت اسم دي ستيفانو قبل كده. اقول لك ايوه، دي ستيفانو فاز بيها ولكن بعد ما حول جنسيته من ارجنتيني وبقى اسباني، كده بقى بيعتبر لعيب اوروبي فقدر ان هو يفوز بالجائزه عادي. عشان ابين لك حجم القانون ده كان ظالم قد ايه للعيبه وقتها، في 2016 فرانس فوتبول عملت جائزه اسمها بالون دور دريم ريتروسبكتيف، وهو بالبلدي كده لو القانون ده ما كانش موجود زمان كان مين اللي هيفوز بالجائزه؟ لك ان تتخيل ان بيليه فاز ب7 بالون دور شرفيين تقديرا لمواسم عظيمه جدا وثبات مستوى كان رهيب، منها سنه 58 اللي فاز فيها بكاس العالم وسجل هاتريك في السيمي فاينل وسجل جولين في الفاينل، موسم 61 اللي سجل فيه اكتر من 100 جول، وسنه 70 لما فاز تاني بكاس العالم. ومارادونا قدر ان هو يكسب 2 بالون دور شرفيين نظرا لادائه المبهر سنه 86 وفوزه مع الارجنتين بكاس العالم، والاداء وقتها اللي اعتبروه الناس اعظم اداء فردي في تاريخ كره القدم، لحد ما بنوصل لسنه 1995 وبيحصل تغيير على الجائزه. التغيير ده ان هم سمحوا للعيبه خارج اوروبا ان هم يقدروا يفوزوا بالجائزه، ولكن بشرط ان هم لازم يكونوا بيلعبوا في اوروبا. انا عايزك تتخيل بس ان لو القانون ده فضل مكمل لحد النهارده كان ميسي هيبقى وضعه ايه؟ تخيلت؟ بعد الغاء القانون ده اول لعيب غير اوروبي يفوز بالجائزه هو جورج ويا، اسطوره الميلان ورئيس ليبيريا الحالي. الجائزه بتتصنع في دار المجوهرات الفرنسيه، هسيب لك اسمه هنا عشان انا استحاله اقراه. بتكون عباره عن لوحين نحاس بيتشكلوا على شكل كوره بتتغطى بالذهب وبتتثبت على قاعده بايرايت، يعني هو حجر معدني، يا رب اكون بنطق اسمه صح. يعني بيكون وزنها تقريبا من 7 ل 12 كيلو جرام. طبعا كلنا عارفين ان اكتر لعيب فاز بالجائزه هو ميسي ب8 مرات وبعديه كريستيانو ب5 مرات. اللي كتير مش عارفه ان كريستيانو اكتر وصيف للجائزه في تاريخها ب6 مرات، واكتر لعيب اترشح للجائزه من 2004 لحد 2021. 18 سنه كريستيانو بيترشح للجائزه. رونالدو البرازيلي اصغر لاعب في التاريخ يفوز بالجائزه وفاز بيها وهو عنده 21 سنه. اكتر دول تحقيقا للبالون دور الارجنتين ب8 مرات وكلهم من ميسي، بس مفيش حد في تاريخ الارجنتين كسبها غير ميسي. البرتغال ب7 مرات كريستيانو وفيجو. المانيا ب7 مرات رومينيجي وبيكنباور وماتيوس. اللاعب الوحيد اللي فاز بالجائزه وهو بيلعب بره اوروبا كان ميسي في 2023، وده بعد ما رجعوا غيروا القانون وخلوا ان الجائزه ممكن يفوز بيها اي لعيب بيلعب في اي مكان في العالم. طب الاختيار بيتم ازاي؟ 100 صحفي رياضي من اعلى 100 دوله تصنيفا في الفيفا بيختاروا 5 لعيبه بالترتيب، الاول بياخد 6 نقط،
التاني 5 نقط، التالت 4 نقط، هكذا بقى نقطتين نقط. واعلى لاعب بيحقق عدد نقط هو اللي بيفوز بالجائزه. من 2010 ل 2015 حصل اندماج بين الفيفا ومجله فرانس فوتبول، وبقى بيقدموا جائزه واحده، ولكن الاندماج ده ما طولش ورجعوا انفصلوا تاني بعد مشاكل كتير جدا وتلاعب بالاصوات كتير حصل في السنين دي، زي ميسي 2010 وزي رونالدو 2013، ومد فتره التصويت عشان كريستيانو يتفوق على ريبيري. بعيدا حتى عن الاندماج، في سنين كتير جدا حصل فيها لغط عن الجائزه دي. كل ده احنا اتكلمنا عليه في الفيديو اللي فات، ارجع شوفه لو لسه ما شفتوش. ومن موسم 2022 الجائزه بقت بتمنح على الموسم الكروي بس، ما بتمنحش عن السنه الميلاديه كلها. يعني الموسم بيبدا في شهر 8 بيخلص في شهر 6، هو ده اللي بنحدد على اساسه الجائزه، مش من 1/1 لحد 31 زي ما كانوا بيعملوا في السنين اللي قبل كده. قول لي بقى، شايف مين الاحق بالجائزه السنه دي؟ وفي رايك مين اكتر لعيب اتظلم في تاريخ البالون دور؟ مستني رايكم في الكومنتس، واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.